التكنولوجيا والمعلومات الشهير بالدولي. النهارده من أهم فيديو على كورس تعليم الهاكر الأخلاقي من البداية. في الأول كده لازم نقول الفيديوهات اللي إحنا بننزلها لغرض الحماية ولغرض إنك تواجه لو حد عمل لك حاجة تقدر تواجهه كما يواجهك، ودي جملة شهيرة جدًا. النهارده فيديو تأسيس ترميكس. طبعًا هو مش هيبقى فيديو النهارده بس، ممكن نعمل فيديو تاني لإن مش عايزين الفيديو يطول أوي، تمام، فهنعمل فيديو تاني أو ممكن نعمل الفيديو ده وخلاص. بس إحنا نقول على أهم حاجات في الترميكس وإزاي تستخدم الترميكس، عشان في ناس كتيرة إحنا كنا منزّلين أدوات قبل كده في القناة إذا كان على اليوتيوب أو على التليجرام أو على الواتس، تمام، فالناس مش عارفة تستخدم الترميكس وبتجيب لها أخطاء وبتيجي تقول الأدوات مش شغالة. لأ، الأدوات شغالة 100%، بس أنت مش عارف تستخدمها. فالفيديو ده اسمع الفيديو ده كله وللآخر عشان تعرف كل تفصيلة، عشان لمّا ننزّل أدوات تاني وتثبيتها. أنا كنت هاعمل الفيديو ده WiFi، أيوه بالضبط كده، تمام، بس مش عايز أقولها، كان بدال الفيديو ده، بس سِبت الفيديو اللي أنا قُلت عليه ده وعملت فيديو تأسيس عشان بس ما حدش يقول الأدوات مش شغالة والكل يعرف يستخدم الشبكات الأدوات. زي ما قُلنا في البداية، الفيديو لغرض الحماية وتعليم الأخلاقي فقط. فتابع معانا، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان تشوف كل جديد وتشوف باقي الفيديوهات من كورس الأخلاقي، تمام. أول حاجة كده تعال نتعرف على تطبيق الترميكس. أول ما هتفتح التطبيق هتلاقي الرابط بتاعه أسفل الفيديو، تحت الفيديو، تمام، في الوصف أو في أول تعليق، تمام، أو من تروح تكتب ترميكس على جوجل جيت هاب وتروح تحمله من الموقع الرسمي أو الرابط على طول في أسفل الفيديو، تمام. ما تحملوش من جوجل بلاي لأن اديله كتير ما نزلوش تحديثات. دي واجهة التطبيق الترميكس، تمام. إحنا لو عايزين نفتح صفحة جديدة بندوس 9 سيزون اللي هو السيزون 2. إحنا دلوقتي على السيزون الواحد. طبعًا هنا في علامة الترس اللي هي الإعدادات، ما لكش دعوة بأي حاجة من دول، تمام. إحنا عايزين حاجة من الصفحة البيضا اللي بتتجاب على الشمال هنا 9 سيزون، وهنا السيزون الواحد. لو فتحنا سيزون 2 بيظهر لنا سيزون 2، لو دوسنا عليه بيودينا على السيزون 2، وده هتفهمها في الأدوات الجاية اللي هنشرحها، تمام. بس دي مقدمة عن التطبيق. تعالَ بقى ندخل في شرح نظري وبعدين عملي، الأساسيات وكل حاجة هنعرفها بالتفاصيل النهارده كده بنص. إحنا عايزين بس من النص ده كله يمكن أن تعمل أوامر ترميكس في هذا التطبيق أيضًا على كال لينكس. يعني أي أوامر بنستخدمها هنا تنفع الكالي لينكس، بس فقط استبدال جزء الPKG الباكج بأوامر apt، تمام. يعني ما ينفعش تحط BKG على لينكس في بداية الأمر. دي أول حاجة في تعالَ أساسيات كده نظري، تمام. BWD اللي هي معرفة المسار المفتوح الآن. طب الحاجات دي هاجيبها منين دلوقتي؟ الحاجات دي كلها ما تقولش همّها، هاسيبها لك في قناة التليجرام وهاسيبها لك في التطبيق الخاص بينا. التطبيق هينزل إن شاء الله لا بكرة لا النهارده، تمام. هينزل بعد 5 ساعات أو بعد 3 ساعات من بعد الفيديو ده ما ينزل على اليوتيوب أو بعد ساعتين. هاعمل فيديو شرح التطبيق وهاحط لك التطبيق في وصف الفيديو في أول تعليق، تمام. وهاسيبها لك برضه في جروب الواتس وقناة التليجرام، وهاسيبهم لك برضه في وصف الفيديو. help اللي هي help ده إحنا في الأول إحنا بنشرح نظري، بعد كده هنروح على تطبيق الترميكس هنستخدم الكلام كله اللي إحنا بنقوله دلوقتي، تمام. دي مساعدة تضم جميع الأكواد. يعني إحنا مثلًا فتحنا أداة زي أي أداة، مثلًا أداة نيويورك أو أي أداة ممكن تتخيلها، وكتبنا help بيجيب لك جميع الأوامر اللي أنت ممكن تساعدك في الأداة دي، تمام. ls إظهار الملفات الموجودة في الأداة أو الصفحة الرئيسية، يعني الملفات الموجودة ودي اللي هنعرفها بعدين. SD مثلًا أنا عايز أفتح مثلًا أي أداة وليكن أي أداة مثلًا، أحط SD وبعديها اسم الأداة. بيقول لك إظهار الملفات الموجودة في الأداة الصفحة الرئيسية بين الملفات وإدخال إلى الأدوات. مثال SD fail، أنا فتحت الملف أهو، أو أفتح أداة الملف المراد الدخول إليه. SD
اس دي دوت دوت أو نقطة نقطة، الرجوع خانة واحدة لورا، مع النقر مرتين على مساحة اس دي الرجوع إلى البيت، مش البيت ده، exit اللي هي الخروج من الأدوات والبرنامج والصفحات خالص، يعني تخرج من كل ده، لأنك لو طلعت عادي من البرنامج هيتم برضو مفتوح الصفحة، فأنت بتدوس exit عشان تخرج خالص، الخروج من الأدوات والبرنامج والصفحات. rm داش rf حذف الملفات، مثلا عايز أحذف الملف ده rm وهكذا. تعالى بقى على تطبيق الترمكس. هنستخدم سيبك من اللي قلناه ده سهل، تمام، الأساسيات اللي قلناها دي سهلة. تعالى بقى على تطبيق الترمكس، هوريك حاجات مش موجودة في اللي قلناها، في أساسيات كتيرة هسيبها لك، دول انت ممكن تجراهم وكفاية. تعالى مثلا احنا التطبيق فتح معانا، عايزين نشغل التطبيق ده، أمر التشطيب تطبيق ابتي يبديت، هيتم التشطيب معاك، تشطيب التطبيق مش هياخد وقت. وده الأمر التاني برضو تشطيب التنمكس، دول عرفناهم لما شرحنا تثبيت الكالي على التليفون، تمام، وقلنا دول بيشطبوا التنمكس. اللي ما سمعش الفيديو فاحنا شرحناهم تاني اهو. بيحمل معاك اهواتي في سرعة، تمام، مش هياخد دقيقتين، ولو عندك نت كويس هياخد دقيقتين او اقل من دقيقتين، لو ما عندكش ممكن ياخد 4 دقايق، تمام. بس عايز اقول حاجة اللي زي كده، اول ما توصلك ده بيسألك عن اكتر من حاجة، اللي انت بتدوس يس اللي هو ديو اللي هي يس، تمام، وكل ما تواجهك هتكتب يو، تمام، كل ما تواجهك الحكاية دي تكتب يو اللي هي معناها يس، ويبدأ يحمل معاك بعدها عادي خالص، تمام. بعد ما شطب معانا التطبيق، تعالى خليك تشغل أداة جامدة جدا، الأداة حرفيا جامدة جدا زي اللي كانت في فيلم فكنا من الفيلم دلوقتي، المهم الأداة جامدة حرفيا. بص، بي كي جي انستول سي ماتريكس، اسمها سي ماتريكس، تمام. احنا هننزل الأداة الأول، بعد ما الأداة حملت مش هتاخد دقيقتين برضو، بس احنا عشان وقت الفيديو نكتب سي ماتريكس وانتر. الله، شايف اشتغلت الأداة حرفيا، الأداة دي جامدة. طبعا الأداة ملهاش دعوة اللي انت تختارك بيها أو أي كلام من ده، لكن طبعا الأداة وجهها، تمام، وجهها ممكن تحطها أو توريها لحد أو تاخد تسجل فيديو بيها أو كده أو كذا وكذا، ده كله مجرد وجهة مش أكتر، تمام. لكن الأدوات الجاية طبعا الفيديوهات اللي نشرحها الجاية، هتدوس على زرار، لو جيت تطلع منها عادي كده مش هتطلع، حتى لو طلعت بره البرنامج برضه هتفضل شغالة، فعشان تطلع منها هتدوس على كنترول وحرف الزد الكابيتال، هتطلع من الأداة دي. تعالى بقى فكك، احنا شرحنا بس مجرد تأسيسات ومجرد ازاي تشغل الأدوات وازاي تطلع من الأدوات. تعالى بقى لو عايزين ننزل بايثون، هنكتب بيج أو بي كي جي انستول بايثون، في بايثون 1، في بايثون 2، في بايثون 3. لو عايزين ننزل بايثون 2 هنبدأ بي كي جي انستول بايثون 1 أو 2 أو 3، ولو عايز تبدأ بأبتي انستول بايثون عادي مش هتفرق، اللي هو إذا كان أنت على الترمكس يبدأ بي كي جي أو أبتي، ودي نقطة مهمة جدا. تستنى لما يحمل، بعد ما حملت معانا البايثون برضو مش هتاخد من دقيقتين إلى 3 دقايق، نكتب بايثون وبكده اشتغلت معانا بايثون. نكتب كلمة بايثون تاني لتشغيلها، تمام، أو اس دي بايثون، تمام. يعني مثلا ولن يكن عايزين نعمل أي معادلة حسابية، هيتم معادلة، يعني احنا مش لازم نستخدم آلة حاسبة، تمام. الله، ايه الحكاية الحلوة دي، يعني مثلا عايز أجمع مثلا 6، خلينا في أرقام صغيرة، زائد 6 اللي يساوي بقى دوس انتر يساوي 12، 6 في 6 بيساوي 6 في 6، بيقول لك احنا منزلناش اللي هو ضرب هتلاقيها بايثون 2، تمام. هنا جمع بس.
كده إحنا نزّلنا بايثون وشرح ده بسيط. تابع معانا بقى اللي إحنا هنجيب الأجهزة المشتركة معانا في نفس الشبكة، والفيديو يعني عظمة وانتظر. دلوقتي إحنا الشاشة اتملت، بُص اتملت من الأوامر واتملت من النصوص، إحنا عايزين نفضّي الشاشة، هنكتب أو clear وenter. كده هاتفضّى من الشاشة. أنا طلعت من لغة بايثون بcontrol وZ capital، تمام، عشان أنا دوست على طول، تمام. فضّينا الشاشة باستخدام تعالَ بقى إحنا لو عايزين نعمل ping، تمام، مثلًا على جوجل، ping google.com. بُص بيعمل معانا الping أهو. طب إحنا لو عايزين نوقّف الping control وحرف الC capital وهيتم التوقف معانا. تعالَ نشوف لو عايزين نشطّب أي أداة من Kali Linux، مثلًا عايزين نشطّب الأداة الشهيرة nep package install nep yes، تمام، اللي هو حرف الU-U. بعد ما اتشطّبت مش هتاخد برضه دقيقتين. بُص لو عندك النت سريع مش هتاخد دقيقتين أو دقيقة، لو عندك النت بطيء ممكن تاخد من 4 دقايق أو 3 دقايق، بس عشان ملحوظة. بس وقّف الفيديو على طول عشان ما نطوّلش. لو عايزين نجيب الIP بتاعنا اللي متصلين عليه جوّه الشبكة، هنكتب info وenter وجاب لنا الIP بتاعنا المتصلين بيه على الشبكة اللي إحنا متصلين بيها دلوقتي. طيب تعالَ نقول حاجة مهمة جدًا، جدًا. دلوقتي أنت لو رُحت حمّلت برنامج VPN ونزّلته وفتحته برنامج فتحت البرنامج VPN ودوست invert وجِبت اللي هو الIP المتصل معانا على الشبكة اللي هو ده، تمام، هيتغيّر، هتلاقيه متغيّر. طب أنت لو جِبته تاني هتلاقيه اتغيّر برضه، على حسب السيرفر. لو غيّرت السيرفر هتلاقي الIP اتغيّر. عشان كده الVPN بيغيّر الIP بيشفّر معلوماتك، فعشان كده مهم، تمام. آدي الVPN شرحناه برضه مع تأسيس الTermix. تعالَ بقى نعمل scan على الشبكة اللي إحنا متصلين عليها كلّها. نيب 192.168.1.0-24 وenter. ننتظر لمّا يعمل scan على الشبكة اللي إحنا متصلين عليها دلوقتي. أنا دلوقتي وأنا باعمل scan على الشبكة نفسها فصلت، فاضطر إن أنا أعيد الخطوات من جديد. فشطّبت البرنامج وهابدأ أدخّل pkg install nap nmap وU، تمام. هتبدأ تشتغل معانا إلى ده. معلش الشبكة نفسها فصلت مش من الأمر، لأ الشبكة الراوتر نفسه فصل. فهابدأ أدخّل nmap 192.168.1.0-24 اللي هو 2 4 وenter. هننتظر. دلوقتي زي ما أنت شايف جاب لنا الأجهزة المتصلة معانا على نفس الشبكة، واللي أنت والIP المتصل. أي جهاز من دول مستخدم الVPN هيديك IP غلط طبعًا، تمام. وجاب لك كل الأجهزة المتصلة، تمام. تقدر تعمل عليها ثغرات وتكتشف الثغرات وتقدر تخترق الأجهزة دي من غير ولا حتى رابط أو من غير أي حاجة، من غير ما الضحية يحس خالص. طب ده هنعمله إزاي؟ في الفيديوهات القادمة إن شاء الله هنعرف نعمل إزاي كده ونخترق الجهاز المتصل معانا. في الفيديوهات القادمة هنتعلم كل حاجة. ده كان الفيديو الأول تأسيس Termux، فتابع معانا الكورس كامل باشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. متنساش لايك الفيديو عشان ننزل أقرب فيديوهات. لو معرفتش أي حاجة من اللي أنا قُلته أو أي خطأ ظهر معاك اكتب لي في الكومنتات. فإلى اللقاء.